كانت صدفة غريبة جدا إن إلهام شاهين تعلن عن انزعاجها إن في مخرج مثلا كان وقت التصوير عطل التصوير 5 دقايق عشان يروح يصور، والتصوير وكأن التصوير ده ما ينفعش يتعطل دقيقة، وهي بتتضايق جدا إنه يتعطل ولو 5 دقايق. سبحان الله، شكل غريب جدا. سبحان الله، صدفة غريبة جدا إن بعد أيام من التصريح ده يحصل حريق لاستوديو الفيلم بتاعها والفيلم يتعطل. يمكن داخل أهو إنه داخل في شهر واحد، واحتمال كمان يتعطل شهور تاني جاية. فسبحان الله، هي ما رضيتش أصلا تتعطل 5 دقايق عشان واحد يروح يصلي، تيجي من عند ربنا كده والاستوديو ده يأخر، أو الحريق اللي حصل ده يأخر التصوير بتاع فيلمها يمكن شهرين 3، ويمكن المنتج اصلا يتعثر ماديا والفيلم يقف خالص. طبعا اول واخر اي حاجه احنا بنتمنى ان ما يكونش في حد اصيب من الحريق ده، او ان يكون في تلفيات كتيره للمنتج، لان دي في الاخر اموال ناس، ومكناش طبعا نتمنى ان ده يحصل. بس يمكن ده حصل لسبب ما. يعني اول ما شفت موضوع الحريق ده وعرفت ان الانتاج قرر يأجل المسلسل شويه، قلت سبحان الله. دي من كام يوم كانت بتشتكي ان المسلسل بتاعها او العمل الفني اللي هي كانت بتصور فيه، ولقت المنتج ولقت المخرج زي ما هي بتقول تدين بشكل غريب انه بدأ يصلي. فطبعا فكرة انه تدين بشكل غريب لدرجة انه بقى يصلي، لا ده هي اول حاجة بعد الشهادة، شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، اقامة الصلاة وايتاء الزكاة الى اخره. طبعا اقامة الصلاة ده بعد الشهادة على طول. فين التدين بشكل غريب؟ على فكرة في ناس بتصلي وبتكذب، وعلى فكرة في ناس بتصلي وبترتكب أخطاء كتير، وكل إنسان أصلا خطاء، فالناس كلها بتخطأ أكيد. فممكن الشخص اللي هي اتكلمت عنه ده يكون بيعمل أخطاء كتير جدا والله أعلم، ومع ذلك بيصلي. فهي مش معناها إن هو تدين بشكل غريب، هي حسستنا إن هو بقى متطرف مثلا، أو إنه بقى متشدد في الدين. فانت تقدر تقول ان دي زياده مكروهه في الدين، التشدد والتطرف ده ضد الدين اصلا. ده دين فيه يسر يعني ما هوش دين متشدد. فعادي الراجل بدأ يصلي، ايه المشكله؟ ويمكن دي تكون البدايه، يعني الراجل يكون لسه بادئ مثلا بيصلي ولسه بيرتكب ذنوب والله اعلم. فبالتالي انت ليه محسسين ان هو مثلا اقام عليكم الحد لان انتم ما كنتوش صليتوا معاه، فتقولي تدين بشكل غريب؟ اما هو التدين اللي مش بشكل غريب ده بيبقى من غير صلاه، ولا بتبقى الصلاه بتاعته مش في وقتها؟ يعني ممكن يصلي في توقيت تاني. يعني أحب الأعمال إلى الله الصلاة في وقتها. طبعا أنا مش شيخ ومش يعني بقول إن أنا خلاص إن أنا هفتي في المواضيع اللي زي دي، بس استحالة يعني إن إحنا نسمع الكلام ده بصراحة. بصراحة كان مستغرب قوي من الكلام ده لما اتقال، خاصة إن هو اتقال كده. يعني بتتكلم كده بتلقائية، على فكرة مش مرتبة خالص الكلام اللي بتقوله، كلام يعبر عن يعني اللي هي حاسة بيه. لا، الشغل الأول طبعا هي قالت كده، ومش الصلاة. الكلام ده لو التصوير ما بيتعطلش، ده التصوير ده ممكن يتعطل عشان تغيير لمبة، خلي بالكم. يعني شوف بقى قناة أسرار الفنانين والمشاهير، القناة التانية بتاعتنا، هتلاقي في الكواليس فاكرين أنا كلمتكم في القناة التانية عن كواليس الحب الضائع، لما زبيدة ثروت وسعاد حسني اتأخروا هما الاتنين عند في بعض بقى طول الأحداث. يعني تقدر ترجع لها في القناة التانية، اللي هي في القايمة بتاعة تشغيل أفلام، اللي هي في قايمة تشغيل مشاكل الفنانين. هتلاقي حلقة عن كواليس الحب الضائع، وازاي كانوا بيغيظوا بعض، ودي تتأخر في المكياج والتانية تتأخر في المكياج عشان تضايقها. وبرضه في كواليس مسلسل هو وهي بتاع أحمد زكي وسعاد حسني، الاتنين قعدوا يعطلوا بعض برضه، هي تتأخر وهو يتأخر عند في بعض يعني. فالكواليس يعني بتاعت الأعمال دي مليئة بالحاجات اللي بتخلي يعني العمل يتعطل كتير قوي. ما جاتش على 5 دقايق بتوع الصلاه. وبرضه فنانين كتير قالوا الكلام ده، زي مثلا زي الفنان دياب المطرب قال لا الصلاه الاول طبعا، واكيد التصوير بيتاخر او بيتاجل بسبب حاجات كتير. واكتر من مذيعه قالت احنا شايفين طبعا ان التصوير ساعات بيتاخر عشان فنانه بتعمل ميك اب مثلا ممكن ياخد ساعتين 3، فليه لا؟ هو اللي انا ممكن استغربه بصراحه ان فنانه تاخد ساعتين 3 في الميك اب، ليه بيغيروا لها وشها كله؟ يعني برضو مده كبيره قوي بصراحه. يعني ايه فنان ياخد ساعتين 3 في الميك اب؟ هي دي اللي غريبه شويه. هل بتاع الماكير مثلا مش محترف قوي انه يقعدوا 3 4 ساعات؟
هل وش الممثل ده محتاج شغل بالمنظر ده؟ مش معقوله. ايا كان الممثل ده لو كان شكله عامل ازاي مش هياخد 3 ساعات في الميك اب. عشان كده فنانين زمان بقى ما كانوش بياخدوا وقت كتير في الميك اب، يعني كانوا بيعملوا افلام كتير. عشان كده فنانين زمان كانوا بيعملوا افلام كتير، يمكن كان ممكن فيلم يخلص في 3 ايام، قبل موضوع الميك اب اللي بيقعد 3 4 ساعات ده. 3 4 ساعات دي لو دمعت في مشهد هتحتاج تعيد ال 3 4 ساعات تاني، لان الميك اب كله هيبوظ. انا كان نفسي حاجه واحده بس، ايه، ان الفنانه الهام شاهين تقول مين المخرج ده، عشان بجد يبقى راجل كويس جدا ان احنا نفتكره بالخير. وغريب ان هو حتى ما طلعش يتكلم، يعني ما طلعش رد وقال انا المخرج ده. وبعدين الراجل ما تدينش بشكل غريب، ده في ناس متدينه بشكل اللي هو ممكن كانت تحرم اساسا الفن، وده مش يعني. وبعدين الراجل مش متدين بشكل غريب ولا حاجه، الراجل يعني جميل جدا، هو جاي يصور المسلسل بتاعه وما عندوش اي مشكله، وعنده بس الصلاه 5 دقايق هيخلصها ويمشي بس. فانا كنت حابب اقول الكلام ده اول ما شفت الخبر، طبعا اللي انا زعلت عليه خبر حريق الاستوديو ده، يزعل. حريق اي حاجه او اذل اي حد حاجه تزعل جدا. لكن ساعات برضه تتامل الاحداث دي وتقول ايه، يا مستعجل عطلك الله، يعني ايه 5 دقايق ما استحملتهمش؟ قد تكون انها يعني آه، اشاره ليها، قد تكون يعني انها حاجه يمكن تفوقها، يمكن من عند ربنا حب يفوقها يعني، ويقول لها ان انت ممكن تتاخري لاي سبب تاني غير السبب بتاع الصلاه، والله اعلم. يعني الواحد بيقول آه، فكره كده، ولا هو الواحد يعني بيستشيخ ولا بيستشرف على حد، يعني بيدعي ان هو اشرف من حد او بيزايد على حد ولا اي حاجه. هي بس يمكن يكون خانها التعبير، او يمكن تكون قصدها حاجه تانية. يعني إلهام شاهين دايما بتبقى حابه تتكلم في السياسه، انا بحس كده، لكن بلاقي هي شخصيه مش مسيسه لكنها بتحب تتكلم في السياسه بصراحه، فالكلام بيطلع غريب جدا. يعني مثلا هي بتقصد ايه بقى؟ فكره الناس، هي الهام شاهين ملهاش انها تتدخل في الامور العامه بالشكل اللي فيه تنظير ده. هي الهام شاهين عايزه تتدخل في امور عامه مثلا، بس يمكن بيخونها التعبير في موضوع زي موضوع الصلاه. يعني هي مثلا عايزه تقول ايه، ان الموظف اللي بيصلي وبيعطل الطابور قدامه، طابور الناس مثلا اللي هي في المصالح الحكوميه والكلام ده، او الدكتور اللي ممكن يسيب مريض في العمليات ويروح يصلي، وهي مثلا بيعمل عمليه قلب مفتوح ويرجع تاني، بعض عمليات القلب المفتوح بتاخد 4 5 ساعات كمان. فلا، ما هوش كده، ده في الاخر مخرج، وما هوش يعني، خلينا نتكلم بصراحه بقى، ما انتوش بتعملوا يعني ذا جاد فازر يعني، ولا بتعملوا فيلم عالمي، ولا بتعملوا مسلسل تاريخي مثلا هيكسر العالم. انتوا في الاخر المسلسل اللي هام شاهين اللي اتكلمت عنه ده يمكن ما حدش سمع عنه خالص. وكل الاعمال المصريه الحاليه ما هياش ايقونيه ولا حاجه كبيره قوي يعني، عشان تبقى الدقيقه تفرق وال5 دقايق يفرقوا ومش عارف ايه. يعني الكلام ده كان اوفر بصراحه، وكلنا عارفين اللي فيها. وافلام كلها بتتصور في اسبوعين 3 وبتنزل تجيب لها كام مليون في الايرادات، وفي افلام ما حدش بيسمع عنها. وبعدين يعني ما كلها عارفه اللي فيها، يعني لا انتوا بتعملوا افلام عالميه، انا اسف يعني، ولا اللي هو الدقيقه هتفرق معانا، اصل انتوا ما بتعملوش ذا جاد فازر يعني، ولا بتعملي فيلم جرين مايل، ولا ما بتعمليش افلام يعني تاريخيه وايقونيه، ما كلها عارفه اللي فيها. افلام ومسلسلات بتاعتنا لا هي بتوصل للعالميه، ولا هي افلام لها قيمه لدرجه ان الدقيقه تفرق، والعمل مهم وبتاع، كل عمل مهم طبعا وكل حاجه، بس مش لدرجه ان دقيقه تبقى فارقه معانا قوي. انت ما بتعمليش حاجه اللي هو ما حصلتش، مع احترامي طبعا لإلهام شاهين وللجيل بتاعه والاجيال اللي قبلها كمان، ما احناش وصلنا قوي في درجه للسينما. الافلام زمن الفن الجميل بنتحسر عليها لحد النهارده، بنقول ان هم نفسهم بيقولوا كده مفيش زي فن زمان وكده. فحضرتك يعني فين المسلسل ده؟ ممكن مسلسل اللي حضرتك بتحكي عنه ده ما يكونش حد سمع عنه اصلا، يعني ما يكونش سمع، اكيد ما سمعناش عنه طبعا، يعني مفيش برضه مسلسل ليها ضرب جامد قوي. يعني ممكن مسلسل ايه، الحاوي تقريبا، هل كانت في الحاوي؟ والله انا مش فاكر، اعتقد كانت في الحاوي. وكده ايه، البراري والحمول، مش عارف حد يفتكر الحاجات دي ولا لا. هي دي الاخر مسلسلات نجحت ليها. بالنسبه للافلام، هل حد كان عاجبه خلطه فوزيه مثلا؟ يوم للستات ده فيلم جميل، انا عجبني فيلم مثلا. ايه تاني، 1-0 فيلم جميل للامانه. بص شوف، احنا بنتكلم بمنتهى الامانه، عجبني جدا فيلم 1-0 وفيلم يوم للستات. لكن برضه مش كل افلامها، مش اللي هو 5 دقايق هتفرق، مش تايتانيك يعني. تمام.
ويعني نتمنى، انا سمعت تصريح من شويه قالت ان هي مش هتتكلم في السياسه او في الدين تاني. انا مش عارف هي اتكلمت في السياسه امتى اصلا. فهي بتقول انا مش هتكلم في السياسه او الدين. انا ما اعرفش انها اتكلمت في السياسه خالص بصراحه. فالدين مثلا اعتقد انها كانت التصريح ده بس. برضه هي ما بتتكلمش في الدين عموما يعني، او عن عائلتها، لان الناس بتهاجمها. فانا شايف ان الهام شاهين كانت واخده الموضوع عند شويه مع الجمهور، وتطلع دايما تهاجم السوشيال ميديا وكده، فعشان كده كان بيحصل هجوم وضد من الناس بتاعت السوشيال ميديا. وانا كنت ضد ده بصراحه، وضد انها تعاند مع حد. وانا ملاحظ فعلا ان في فنانين كتير عندهم عداء جامد قوي للسوشيال ميديا وبيشتموهم، فبالتالي السوشيال ميديا بترد تنتقدهم، فهم يروحوا شاتمين السوشيال ميديا ويقولوا ده عيال ملهاش اي لازمه وقاعده من ورا مش عارف شاشات وبتاع. مش عارف اقول ايه بصراحه. يعني انت ليه مدخل نفسك في معركه خسرانه زي دي؟ ان انت تدخل نفسك مع 100,000 لسان اغلبهم ناس يعني مش هتكلمك بالطريقه اللي انت منتظر ان الناس تكلمك بيها. يعني هو لا في الاخر لا مخرج عايزك تشتغل معاه، ولا ممثل نفسه يشاركك في دور، ولا مش ولا اي حاجه خالص. واحد اصلا قاعد في بيته زي ما انت بتقولي كده، ملوش علاقه بيكي اصلا، هيروح هابد لك الكلمتين مش بالطريقه اللي انت بتسمعيها في المجتمع بتاعك او في الناس اللي بتقابليها، اللي هو فيه بعض المجاملات والنفاق ومش عارف ايه والاعجاب. فليه تخشي صدام مع ناس اصلا ممكن كلهم ما يكونوش، ممكن اغلبهم ما يكونوش زي ما انت شايفه، مش على نفس الدرجه اللي انت متخيلها من الاعجاب او النفاق الاجتماعي او انه محتاجك في حاجه. هي دي مشكله الناس مع السوشيال ميديا او الفنانين مع السوشيال ميديا، ان هم فاكرين ان المعامله اللي هم بيشوفوها في الحقيقه هيقابلوها كمان على الشاشات. خاصة ان فترة كبيرة جدا من الزمن، بالذات الجيل اللي هو مش متعارف، اللي مش عارف يتعاطى مع السوشيال ميديا، شايف ايه؟ ان زمان كانت المداخلات التليفونية يا فنانة يا عظيمة يا استاذة يا كبيرة يا قديرة، والمذيعة نفس تقول نفس الكلام. فافتكروا ان الحياة كده، ما عرفوش ان المداخلات دي يا مترتبة يا اما اللي داخل يتكلم عارف انه في التلفزيون ولو شتم هيتجاب من قفاه. والناس اللي بتقابلها في الشارع استاذة مش عارف ايه بيبقى فرحان ان شاف حد مشهور اصلا. لكن الناس اللي قاعده في البيت لا هي فرحانه بقى انها شايفه حد مشهور ولا حاجه، فبتقول رايها بصراحه. فده اللي كان موجود جوه البيوت زمان، بس ما كانش الفنان بيعرف. السوشيال ميديا خلت الناس تعرف، او الفنان يعرف ايه اللي بيتقال عنه في الشارع او ايه اللي بيتقال عنه على القهوه او في البيوت، مش ايه اللي اتقال عنه ان هو حاجه وحشه يعني. سواء عمل حاجه صح الناس بتقول تمام، عمل حاجه غلط الناس بتهاجمه. وطبعا نقدر نقر برضو ونعترف ان في ناس كتير جدا على السوشيال ميديا بتهاجم لمجرد الهجوم، وبتزايد وتشتم وبتكفر بعض وبتستشرف على بعض وبتزايد على بعض. لا احنا بنتكلم بمنتهى الهدوء، لا من غير مزايدة من غير اي حاجة خالص. هي ست ليها افلام جميلة، بس ما هياش لدرجة انها ما تستناش دقيقة ولا دقيقتين. ودي كانت حلقة النهاردة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك، وانتظرنا في الترند الجاي.